اهلا بيكم متابعي استثمر في العاشر. النهارده لايف جديد. هقول لكم ازاي تحصلوا على فرصة عمل برا مصر ومضمونة 100%، وكمان من غير ما تدفعوا فلوس. طبعا احنا من صفحة استثمر في العاشر، هي موجودة في مدينة العاشر من رمضان، واحنا حاولنا كتير ان احنا نقدم فرص عمل لعدد من الشباب جوه المصانع. وما زلنا مستمرين، ولو حد عنده فرصة عمل جوه مصنع في مدينة العاشر من رمضان ومحتاج ليه حد، ياريت يبعت لنا واحنا بننشرها على طول من غير اي مقابل. بس انا عايزة اقولكم النهاردة على موقع هتقدروا من خلاله ان انتوا تقدموا، بينزل على طول وظائف برا مصر ومضمونة ومن غير ما تدفعوا اي فلوس. الموقع ده هو وزارة العمل المصرية. وزارة العمل المصرية ده الاكونت بتاعهم على الفيسبوك. وزارة العمل المصرية بتقدم وظائف كل يوم، بمعنى الكلمة يعني كل يوم بتنزل وظائف برا مصر، وكمان مضمونة ومن غير أي مقابل مادي، وبتقدر تقدم عليها من خلال الموقع بتاع وزارة العمل، وهم بيتم اختيار الناس وبيتم سفرهم للخارج. هقول لكم على كمان وزارة العمل المصرية بتقدم شغل جوه مدينة العاشر من رمضان. دي نشرة وظائف شهرية بتنزلها الوزارة للمصانع المتاح فيها وظائف جوه مدينة العاشر من رمضان. الناس بقى اللي مهتمة بالسفر خارج مصر وبطريقة مضمونة ومن غير تكاليف، لازم تتابع صفحة وزارة العمل المصرية. أنا كمان هسيب لكم اللينك بتاعها في التعليقات. وهي بتقدم وظائف على طول للمصريين اللي عاوزين يسافروا برا مصر. هقول لكم على أمثلة ليها. دي الصفحة بتاعتهم على الفيسبوك. دي مثلا وظيفة خارج مصر، زي ما انتم شايفين 300 فرصة عمل خارج مصر. المرتبات بتاعتها بتبدأ من 29,520 لحد 123,000 مصري. الشغل ده تبع شركة التجارة العامة للمقاولات، دي في إحدى الدول العربية. مطلوب منها 15 مهندس طرق تصميم، واتنين مدير حسابات، و50 سائق، و50 سائق سيارة، و25 حداد ومحاسب ومندوب مشتريات، و5 مخلص معاملات ومراقب عمل، و2 باحث قانوني وسكرتير، و177 عامل طرق صيانة طرق. طبعا هما بينزلوا الشروط زي ما انتوا شايفين كده في الموضوع. بينزلوا الشروط 300 عامل مصري في أحد الدول العربية، زي ما انتوا شايفين هنا كده. دي برضو الإعلان بتاعها إن الفرص متاحة. التعاقد عليها لمدة 3 سنين للشباب، يعني اللي هيسافر هيقعد 3 سنين، العقد 3 سنين. السن ما بين 23 ل40 سنة. الشركة بتوفر ضمان صحي والسكن والمواصلات، والمرتبات بتاعتها زي ما قلنا بتبدأ من 29,520 لحد 123,000. ده من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل. التقديم بدأ من يوم 13 ومستمر لحد يوم 15 على البريد الإلكتروني. هنا محدش بياخد منك فلوس ولا حد بياخد منك حاجة. كل الموضوع ان انت بتقدم السي في بتاعك على الموقع الإلكتروني، البريد الإلكتروني على الإيميل. الخبرة طبعا من 3 سنين ل15 سنة، ودي كل المطلوب. ده برضو المطلوب. التخصصات المطلوبة بالمرتبات بتاعتها، يعني مطلوب 15 مهندس طرق، و50 سائق شاحنة، و10 سائق سيارة خصوصي، و5 مراقب عمل، و25 حداد، و2 مدير حسابات. كل دي وظائف متاحة للعمل خارج مصر. وكمان هم بيعرضوا الوظيفة بالمرتبات بتاعتها وطريقة التقديم والخبرة المطلوبة. دي مش هي الوظيفة دي وظيفة هي كمان. في برضو 14 فرصة عمل في لبنان، زي ما انتم شايفين. دي الفرصة التانية، 14 فرصة عمل في لبنان. دي تبع شركة التعهدات البحرية والبرية بلبنان. مؤهل عالي ومتخصصة خبرة لا تقل عن 3 سنوات. التخصصات بقى اللي مطلوبة هي مشغل مخارج CNC. بتبدأ المرتبات بتاعته من 500 ل600 دولار. ومشغل برامج ودهان المعادن. الحاجات دي يعني التخصصات دي موجودة برضه في مدينة العاشر من رمضان، ويقدر ناس تسافر منها للبنان.
التعاقد 3 سنوات، من ضمنها 15 يوم أجازة، فترة الاختبار 3 شهور، بيزودوا الراتب عند تجديد العقد، بيوفروا تذاكر طيران، بيوفروا مواصلات وإقامة وتأمين صحي، والعمل 6 أيام في الأسبوع و8 ساعات عمل. تقديم برضو من يوم 13 لحد يوم 17. ده متاح برضو لو انتوا عايزين تقدموا ليها، متاح على موقع وزارة العمل المصرية. السن، معظم السن اللي بينزلوه من 25 سنة ل40 سنة. التعاقد برضو 3 سنوات، 15 يوم أجازة، ودي بيبقى معاها كل الشروط والمرتبات. ده بيتم التقديم على الرابط ده. بنفتح الرابط ده وهو بيقولك على طريقة التقديم ازاي. يعني مثلا لو كده، لو فتحنا بيفتح لنا وزارة العمل المصرية. بس هو النت ضعيف شوية. الوزارة ده كده لو انت بتقدم الرقم القومي والاسم الأول والاسم التاني والتالت والمحافظة وعنوان محل الإقامة ورقم التليفون والبريد الإلكتروني والمستوى التعليمي والمهنة. ده الاستمارة اللي المفروض اللي احنا بنملاها على وزارة العمل. في برضو وظائف تانية، يعني الناس اللي هي حابة تسافر، غالبا الأعمار بتبقى من 25 ل40 سنة. ده السفر خارج مصر. ده برضو فرصة عمل في الأردن. عامل تحميل وتنزيل، برضو قطاع المحروقات. الشروط: السن يكون من 18 ل45 سنة. وزارة العمل المصرية، ده على الفيسبوك تقدروا تتابعوه، وهم بينزلوا شغل على طول. الناس المهتمة ان هي تسافر برا مصر وما تدفعش فلوس، ويكون السفر ليهم امان، لان طبعا في عمليات نصب كتير باسم السفر خارج مصر. في ناس بتاخد فلوس وما بتكملش الموضوع، وفي ناس يعني بيتنصب عليهم كتير في الموضوع ده بحجة السفر خارج مصر يعني. دي برضو هي فرصة عمل من 4 أيام. المدرسين، المدرسين اللي بيدوروا على فرص عمل خارج مصر، ده كان إعلان نازل 100 مدرس في إحدى الدول العربية. مدرسين رياضيات ولغة عربية وكيمياء وفيزياء ولغة إنجليزية. والشروط بقى إن هو يكون مؤهل جامعي عالي وخبرة لا تقل عن 3 سنين، ولا يقل السن عن 28 سنة، ومدة التعاقد 2 سنين، والراتب يعادل 40,000 جنيه مصري. بيوفروا السكن والمواصلات والتأمين. التسجيل متاح لمدة أسبوعين، وهو لسه متاح. ده زي ما انتم شايفين الشروط. 100 مدرس. المقابلات هتتم في شهر 5 2015. هتبقى أونلاين. بيوفروا السكن والمواصلات والتأمين. واللي عايز يقدم بيرسل المستندات بتاعته اللي هي CV والشهادات العلمية على الإيميل، وهم بقى بيقدروا يشوفوا من خلالها ويقدروا. ده المفروض الإعلان بتاعه بدأ من يوم 10 ومستمر لمدة أسبوعين. دي برضو 100 مدرس بإحدى الدول العربية. دي 800 ممرضة. دي زي ما انتم شايفين. برضو مطلوب ممرضات بيشتغلوا في المغرب. تخصصات تخدير وعناية مركزة وقسطرة وعناية مركزة ورعاية عامة ورعاية الحوامل وتخصص عام. الخبرة بقى من 4 ل6 سنين، بكالوريوس تمريض أو دبلوم، بس يكون إتقان اللغة الإنجليزية بقدر مقبول. المزايا: الراتب بالدولار، وتذاكر طيران ومكافآت في الأعياد وبدل سكن وتأمين صحي وبرنامج برضو تأهيلي قبل السفر وبعد الوصول. ده 800 فرصة عمل بالمغرب. يعني ده للممرضات، الناس الممرضات اللي عايزين يسافروا. ده برضو
بيتم إرسال التقديم من خلال الرابط ده، أو إن هم يبعتوا على السي في والمستندات بتاعتهم على الميل ده. دي ممرضات برضه. دي برضه فرصة عمل تانية للأطباء، فبرضه في إحدى الدول العربية عن وزارة العمل. 5 أطباء تخصص جلدية وتجميل. الرواتب من 3500 ل4000 دولار. بيوفر لهم سكن وتذاكر سفر سنوية. المستندات بقى المطلوبة: CV وشهادة علمية وخبرات وصورة من جواز سفر ساري، وبدأ من 7 فبراير، ده مستمر لمدة 10 أيام، يعني لسه لحد يوم 17. السن لا يقل عن 35 سنة للجنسين، واجتياز جميع الاختبارات، وخبرة لا تقل عن 8 سنين في التخصص، واعتماد جميع الشهادات العلمية. ده برضو أطباء جلدية وتجميل. فأنا بس عايزة أقول لكم إحنا كمان بننزل عندنا على صفحة استثمر في العاشر كل كل الوظائف المتاحة واللي بتنزلها وزارة العمل على الوظائف خارج مصر وكمان داخل مصر. يعني كمان وزارة العمل بتعمل بيانات على طول على العمل داخل المصانع. دي كده المديريات اهيت، دي ممكن تدخلوا انتوا عليها وعلى موقع وزارة العمل. ممكن من خلال جوجل تكتبوا موقع وزارة العمل تدخلوا عليه. النشرة القومية للتشغيل. النشرة القومية للتشغيل دي بتنزل وظائف على طول. دي زي ما انتوا شايفين برضو، نبعد شوية عشان تشوفوا. زي ما انتوا شايفين ده برضو عمل، بس ده داخل مصر، ده في القاهرة الجديدة. القاهرة الجديدة من ضمن النشرة دي هتلاقوا مدينة العاشر من رمضان. في مصانع مدينة العاشر من رمضان بتبعت لوزارة العمل ان هي عايزة ناس تشتغل. ده في العبور لو حد مهتم. النشرة القومية للتشغيل. زي ما قلت لكم ده موقع وزارة العمل، هو على طول في شغل سواء داخل مصر او خارج مصر. في وظائف عمل كتيرة ومضمونة، وتقدروا ان انتوا تقدموا فيها من غير ما يكون عندكم قلق او خوف ان انتوا تدفعوا فلوس وتروح عليكم. ده مثلا زي ده، دي 140 فرصة عمل في الخارج. دي برضو 137 حارس امن و2 سائق ومحاسب. دي برضو المرتبات بتاعتها من 19 ل40 ألف جنيه. دي كل المعلومات عنها، وتقدروا تقدموا من خلال الرابط ده. ده يعني ده احنا حاولنا نفيدكم ونقول لكم على طريقة لو الناس مهتمة بالسفر خارج مصر انها تشتغل. دي كانت جولتنا في موقع وزارة العمل المصرية، وانا هسيب لكم برضو اللينك في التعليقات علشان اللي حابب يتابعه. واحنا كمان في استثمر في العاشر يعني مستمرين في عرض الوظائف بشكل مستمر، سواء داخل مدينة العاشر من رمضان او خارجها. وكمان اللي هو عندك او انت صاحب مصنع وعندك فرصة عمل وعايز تنشرها عندنا، يا ريت تبعت لنا على الخاص واحنا هننشرها بدون اي مقابل. شكرا لكم متابعي استثمار في العاشر.